السلام عليكم حبيباتي، كراكم ان شاء الله تكونوا بخير في اتم الصحه باذن الله. من زمان ما صورتش في هذا المكان، واليوم وانا راجعه نصور حسيت باحساس غريب، كانني راجعه لداري، يعني رايحه نصور ونحط على القناه تاعي اللي عندي مده 5 سنوات ما رجعت لهاش، يعني ما صورتش وما حطيتش. هنا كبداية حبيباتي كان عندي هنايا كنت نصبت مرقة بالحمص، مريقة هكا ماشي مرقة كونتيتي، مريقة هكا نزيد معاها كاش حاجة معاها. هذيك خليتها لليل، وهذا الحوت غادي نقليه باش نتغداو به. هذا سميد الرطب راني نرمض فيه. الحوت كي ترمضوه في السميد يجي بنين. غادي تقولوا لي علاش ما خليتيش السمك العشيه وهذاك المرقه للنهار؟ غادي نقول لكم هذا الحوت جاني في الليل إبا صبح ونقيته وعقرته، ما جايش نخليه عاود في الكونجيلاتور ولا في الفريجيدير نعاود يعني يحرار ولا يخناز، ما على باليش الحال حامي. إبا قلبت هذا خليته نتغداو به، والكاكوطه خليتها العشيه. هذا النص خليته باش نرده في المجمد، خطره اخرى نجبده تاني نقليه وناكله. بالنسبه هذيك الساشي الكحله هذيك خليت فيها البنات، نقيت لما نقيت الحوت تاعي يعني حطيت فيها المصارن وندير لها واحد الثقبه هكا تكون صغيره باش تخرج هذاك الماء نتاع الحوت. نخليها تما حتى بلا ما نتغدى وكامل، هذوك الريصان تاني نعاود نزيدها فيهم. نقدر نخرجها القطوط غادي نحاول نهضر نورمال نخليها لقطوط برا عند بابي، ولا نقدر نديرها في الصليح اللي تقدر ديرها في الصليح براسها حاجاكم. انا فقط عند بابي ديما نعطي القطوطه تما خليهم ياكلوا هكا صدقه علينا. يقول لك القط لما ياكل يقول ربي ان فلان قد طعمني، ربي يتقبل منه. والانسان دائما خصه يكون عنده صدقه في اليوم نتاعو. هنا بغيت نفكركم بهاد لاطاخت، يعني هاد لاطاخت بدون كريمه شونتي ولا حتى حاجه، البنات ساهله وبنينه. هي شويه قديمه هاد الوصفه، ولكن الناس كاين اللي ما تعرف لهاش ولا ربما كاين اللي تعرفها. انا راها عندي هنا في القناه نتاعي، دوك نحط لكم رابط الوصفه تحت الفيديو. هذه هنا اختي كانت هي اللي صورت في القناه نتاعها. هنا بعد العشيه كاع العشيه هكا هودنا مجيت البلايا، دينا الدراري للبحر يبحروا. كو عارفين الدراري ما يشبعوش بحر، انا ولادي كي يدخلوا ما يبغوش كاع يخرجوا منه مع الصيف والحمان، هذاك النهار كاين الحمان، وتاني كان كما نقولوا البحر كان كالم شباب يغير ما شاء الله. في فترة غيابي هذه اللي كنت غايبة على اليوتيوب تبدلت بزاف حوايج في حياتي، تبدلت حتى أنا، تعلمت دروس وعشت ظروف اللي خلاتني نكبر في التفكير نتاعي ونزيد نقوى. بصح الحاجة اللي ما تبدلتش فيا هي حبي لليوتيوب، وكذلك الحاجة اللي ما تبدلتش فيا هي أني نشارك معاكم كل حاجة اللي تنفعكم وتفيدكم، مهما كانت صغيرة ولا كبيرة، المهم تكون مفيدة ليكم. أنا كنت مجمعة مع الزوج نتاعي، في الحقيقة أنا ما عمتش، ولكن مهم بدلت الجو. من مرة جاية راني معولة باش نبحر بإذن الله. أنا كنت نوريكم الجو تاعنا هنا في بني صاف، عند الدخلة تاع البور كاين على الجهة اليمنى واحد بلاج صغير، ولو كنت نمشي له من قبل، وهاد الخطرة يعني راهم يخليوهم السباحة كان ممنوع، وهكا كنا نمشيو له. بس دروك الناس راها تمشي له زعما حاجة نقية. الحالة كي نقول نقية يعني اون فامي. في العودة تاعي ما راحش تكون برك وصفات، لا راح تكون وصفات، تدابير، تنظيم يومياتي، مشترياتي، حاجة اللي تفيدكم دائما. راح نحاول اني نكون دائما نبارطاجي معكم. حبيت هذه القناة تكون مكان اللي ترتاحوا فيه ونتعلموا مع بعضنا ونشجعوا بعضنا على التغيير للأفضل والأحسن، وكذلك نعيشوا اليسر في حياتنا، هذا هو الأهم. إذا كنت من الناس اللي كانوا يتابعوني من قبل، نقول لك من قلبي
شكرا ليك حبيبتي، شكرا شكرا انك بقيتي تشاهديني. واذا اول مرة تشوفي قناتي نقول لك مرحبا بك حبيبتي من قلبي، وان شاء الله تلقاي محتوى يعجبك ويفيدك. ومن اليوم ان شاء الله راح نعيش رحلة مع بعضنا خطوة بخطوة نحو التغيير. لهذا إذا عندك أي حاجة في عقلك حابة تبدلوا فيها ولا حابة نديرها لك كاش وصفة كاش خرجة كاش مشتريات، أي حاجة عندكم حطوها لي هنايا في التعليقات. أكيد رايحة نعمل البوسيبل تاعي باش نلبي لكم يعني رغباتكم بإذن الله.